عقب تعرضه للحجارة، كان أفراد تابعون لجماعة إخوان المسلمين قد رشقوه بها لدى قدومه إلى إحدى مكاتب الاقتراع دون أن يتمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أكد المعارض المصري محمد البرادعي رفضه لما وصفه بانعدام الإجراءات الأمنية في هذا الاستفتاء، مشيرا إلى عدم تواجد شرطي واحد عند مركز الاقتراع على حد قوله. هو الاختبار الأول للديمقراطية في بلد أجبر على السبات عقودا 3 من قبل حكم فردي حكم بحديد ونار. المشاركة الكبيرة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ظاهرة لم تشهدها جمهورية مصر ل60 عاما، خاصة في عهد مبارك الذي تميز بزيادة الامتناع عن المشاركة. طوابير كثيفة شكلها ناخبو النيل أمام مكاتب الاقتراع عقب نعي الفجر لحظاته الأخيرة. 45 مليون ناخب مصري دعوا للتصويت بنعم أو لا على التعديلات التي كانت مثار جدل بين جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الذي كان حاكما خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وبين القوى السياسية الأخرى يتصدرها ائتلاف شباب الثورة مفجرو انتفاضة 25 من يناير. الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حرص على الإدلاء بصوته باكرا في الوقت الذي تواجد فيه ما يقارب 100 شخص ينتظرون دورهم للتصويت في الدقائق الأولى من فتح مكتب الاقتراع. وكان موسى قد ضم صوته إلى غريمه السياسي القيادي في صفوف المعارضة المصرية للحكم السابق محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية، للتصويت بلا